الرحمن الرحيم وعلى الله قصد السبيل. بالنسبة اللي احنا المكان فيه ده فين؟ طبعا في أسد معابد مصر اللي هو الكرنك، اللي هو الإبتسوت، ودي صالة الأعمدة الكبرى، أضخم صالة أعمدة في العالم لاستقبال الضيوف، 5000 متر مربع، 134 عمود. الفكرة مكان للصلاة، الفكرة مكان لتقديمة القرابين، الفكرة مكان لتقديم الطقوس الدينية. بص حضرتك، حوالين الأعمدة كانت تقدم القرابين. علية القوم النبلاء هم اللي كانوا يجوا يقدموا القرابين هنا في المعبد. فلو بصيت حضرتك اللي هو الألوان لسه باقية حتى الآن، فكان القرابين تقدم على المائدة، يعني دي كانت بمثابة موائد للقرابين. طيب، والمعبود اللي هو الإله بتاعهم اللي هو اسمه آمون رع، روحه كانت تجي طايرة من فوق من الشبابيك علشان تشتم رائحة الأطعمة وترجع تاني للسماء اللي هو المكان الأزلي ليهم، اللي هو الآلهة كلها عايشة في السماء وبيوتها على الأرض المعابد. علشان كده كان يسموا المعبد بيربا نثر، المعبد الكرنك بيربا نثر آمون رع. بير يعني بيت، با روح اللي جت منها كلمة بيربا، وروح مين؟ آمون رع. نثر الإله المعبود، آمون رع المعبود آمون رع. طيب، المصريين القدماء كان عامة الشعب يقدروا يدخلوا هنا المعبد؟ لا، ما يقدروش، ولذلك هم بنوا، العامة هم اللي بنوا بإيديهم كعمال، فنالوا إشارة في البناء. طيب، علشان يرضوهم فقال لك نبر خيت دوات أوسر معت راع ستب الراع آمون مري رمسس. فآدي طائر الرخيت، طائر الرخيت اللي هو يشبه العامة من الشعب. قالوا لهم ما تزعلوش، انتم مصورين هنا معانا واحنا صورناكم رسمناكم، فالعلامة اللي تحت دي نب. بص كده حضرتك، دي نب، العلامة نب ديت معناها كل. دي لو جات تحت الشيء المراد، ولو جات فوق الشيء المراد معناها لورد، سيد. يبقى نب دي بالهيروغليفية بنقراها نب، والطائر ده بنقراه رخيت. يعني لو جيت هنا وحبيت تقرا هتقول نب رخيت، والنجمة دي دوات، يبقى نب رخيت دوات. دوات يعني يتعبدون. هنا المين ده؟ آمون مري رمسس. مين ده؟ رمسيس الثاني. أوسر معت راع ستب الراع. مين ده؟ رمسيس الثاني. يبقى كل العامة من الشعب بتعبد رمسيس الثاني. ده طبعا يعني علشان العامة كلهم يرضوا نصيبهم، يرضوا ان هم بص لسه في بقايا الوان، جناحين وذراعين اهو، بيتعبدوا لمين؟ لآمون رع. لكن لو اي معبد يرجع لعصر اليونان والرومان، على سبيل المثال كومومبو مثلا، هتلاقي هناك الطائر ده اللي هو طائر رخيت بيتعبد، مفيش اسم. ليه؟ لانه الحاكم اجنبي، ما يصحش ان هم يعبدوا الحاكم الاجنبي. لكن هنا الحاكم مصري، الملك مصري، فهم بيعبدوا الملك المصري. لكن في المعابد اللي ترجع لعصر الحكم اليونان والرومان لا، مفيش اسم. يعني قصاد الطائر مفيش اسم، هتلاقي نبر خيط دوات، مفيش حد. وكده تحقق من ده بنفسك حضرتك. بص حضرتك، الملك ده اللي في رقبته شرطتين، احنا حكينا قبل كده انه الشرطتين دول علامة الوزدم، الحكمة، السن بعد سن 40. احنا سجلت حلقة كاملة على الموضوع ده قبل كده. هتلاقي شرطتين ممثلتين فين؟ في النقش بتاعنا. يعني ده الراجل ده وصل لحنكة ووصل لحكمة انه خلاص عدى سن 40. ده مين ده يا ترى؟ ده الملك سيتي الاول ابو رمسيس الثاني. طيب، عرفنا ازاي؟ ده الاسم اللي فوق مكتوب ده رمسيس الثاني، أوسر معت راع آمون مري رمسس. لكن بص الصينية اللي ماسكها حضرتك اللي هو مائدة القرابين، هتلاقي فيها هتلاقي فيها بط
بط بلدي محمر. وازاي نعرفه محمر؟ لأنه هو بيقدمه للإله، والإله هيشم الريحة بس مش هياكل. فهو بيجيبوا من مسافات بعيدة الطيور بتكون حية. يعني لو شفت انت مثلا مناظر اللي هم حكام الأقاليم هم شايلين الزيارات بتاعتهم، هتلاقي ماسكين طيور. الطيور بتكون حية، لأنه ما ينفعش يطيبها ببيتهم في بلد بعيدة ويجي بيها مسافات ويستمر أوقات كتيرة وريحتها هتغير معاه. بص حضرتك انكلودنج اللي هو ايه، مائدة القرابين اللي مقدمة سيتي، هتلاقي من ماعة رع. بص كده، من ماعة رع. ايوه. طيب عايزين نشوفوها. طيب فين من ماعة رع دي؟ ابص على الصينية نفسه بيقدم من ماعة رع. من ماعة رع ده اسم الملك سيتي الاول، يعني هو بيقدم اسمه هدية. فجاء لما ايام رمسيس الثاني فأمر طبعا متابعيه والناس الخاصة بتوعه، قال لهم أنا عايز أكتب اسمي هنا. فكتبوا له اسمه. طبعا ما ينفعش يشيلوا اسم اللي هو سيتي الأول من على الصينية. ده هو بيقدم اسمه لمين؟ للمعبود أمون رع، الراجل فوق راسه رشتين، والست اللي وراه دي المعبودة موت زوجة أمون رع. طبعا أنت لما تيجي هنا وتشرح الشرح ده يكون أفضل، لأنك أنت هنا في حضارة مصر العظيمة، وبتدي معلومة قيمة للسائح والضيف بتاعنا علشان يستمتع وياخد رحلته في أهم مكان تاريخي وأثري يرجع لعصر الفراعنة المصريين القدماء في العالم كله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.